هلو هلو هلو، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا شيماء اغا، دي قناتي. اهلا وسهلا بكل جديد شرفني في القناه. قبل ما نبدا الفيديو احب اقول لكل اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويسيب لنا لايك وتعليق حلو كده زيكم. هتعملي ايه النهارده يا شوشو؟ هنعمل النهارده مكرونه بشاميل بالفراخ. يعني بصوا، احنا طبعا عارفين الدنيا غاليه جدا والاسعار بصراحه يعني. يلا الحمد لله على كل شيء. فانا كان عندي هنا صدر فرخه، كنت عاملاها في صينيه وبصراحه ما اتاكلتش. فطبعا مش هنرميه، يعني فصصله زي ما انتم شايفينه كده. وهنعمل بيه النهارده الحشوه بتاعه المكرونه بتاعتنا. قطعت هنا بصل وفلفله وطماطم وفلفله تانية، فلفله حراقه وفلفله بارده. ومعايا طبعا ايه، بشاميل بطعم الجبنه. إيه، عشان بنوتي بتحب يعني طعم الجبنه يبقى ظاهر قوي فانا جبته. وطبعا المكرونه وسمنه وملح واللبن. ماشي. ويلا بينا نشوف هنعمل ازاي مكرونه سهله جدا واقتصاديه، بيعتبر بواقي الاكل. يلا بينا، وحطوا لايك واشتركوا في القناه. يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده ولعت على الميه تغلي عشان نسلق المكرونه. تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنا حطيتي اللايك، اكيد حطيتي اللايك واشتركتي في القناه، انا عارفه ومتاكده. بصي يا ستي، انا جبت حته زبده عليها شويه زيت صغيرين خالص وحطيتهم في الطاسه وحيرتهم كده. وهنزل بقى بالبصل اشوحه الاول ياخد تشويحه كده مع الزبده مع السمنه يعني والزيت. وهنا بغلي ميه اهوت عشان خاطر اسلق المكرونه. جبت هنا بقى، اللهم صل عليك يا نبي، عليه افضل الصلاه والسلام، عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت هنا الفراخ اللي احنا زي ما قلت لكم كان صدر فرخه، وخليناه من العظم وكده، ونصرته هشوحه مع البصله وفص الفلفله الحراق. شويه فلفل حراقين. بعد كده طبعا حطيت شويه زيت وحطيت شويه ملح في قلب الميه بتاعه السلق المكرونه. ونزلت بكميه المكرونه اللي انا محتاجاها اعمل بيها المكرونه بتاعتنا. وهتاخدها غلوتين كده لحد ما تتسلق. وبعد كده هنشيلها من الميه بتاعتها. رجعت هنا طبعا للفراخ زي ما انتم شايفين بتتشوح كده. هحط عليها طبعا شويه بهارات عباره عن بابريكا، جنزبيل، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، بهارات فراخ مشكله، وشويه ملح طبعا ومعلقه سكر. وهقلب كل ده التوابل بس تاخد تحميصه مع الفراخ وتطلع ريحتها كده. وبعد كده هضيف عليها الطماطم وبقيه الفلفله. بصي بصراحة المكرونة كانت حلوة جدا جدا جدا، وجوسي قوي كده. وبصي دايبة في الصوص كده، انا بحب الصوص بتاعها يبقى خفيف. هنا نزلت زي ما انتم شايفين بالطماطم. بعد كده خدها تشويحة برضو مع الفراخ. انا مش هحط عليها مية ولا اي حاجة لان اصلا انا هعمل البشاميل بتاع المكرونة سايب، يعني هعمله مش تقيل قوي، مش ماسك يعني قوي. فهعمله سايب شويه عشان الفراخ معايا كانت ناشفه لان بقى لها كذا يوم في التلاجة زي ما انتوا عارفين. خلاص انا سبتها بقى على النار شويه وجيت هنا اعمل بشاميل. جبت كيس اللي هو البشاميل الجاهز ده اللي هو بالجبنه. حطيت طبعا اللبن كنت انا دفيته شويه على النار. وحطيت طبعا نص الكيس كده او تلات ارباع الكيس. وسبت منه شويه لان انا عامله الكميه بتاعت اللبن قليله شويه. وضفت عليها طبعا الكيس البشاميل الجاهز ده. وبقلب بايدي التانية عشان ما يكلكعش مني. مفروض لما تيجي تحطي الكيس ده مفروض اللبن يبقى بارد يبقى ساقع، بس عشان اللبن عندي هنا سخن فبقلب بسرعة جدا عشان خاطر ما يكلكعش. وبعد كده هاخده على النار وافضل اقلب فيه لحد ما يتقل معايا شوية. وبعد كده اشيله. هنا خلاص الفراخ كانت، بصوا كانت ريحتها والله كده جميلة، شاورما جميلة جدا جدا، طعمها حلو قوي. خلاص هنا تقل اهوت الصوص معايا، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي يعني. بس هو بالنسبة للبشاميل اللي احنا بنعمله المكرونة البشاميل، لا هو خفيف شوية. وده هنشوفه لما نيجي نسوي المكرونه. بعد كده دهنت القارب بتاعي شويه زيت زيتون بسيط خالص. وزي ما انتم عارفين زي ما انتم شايفين يعني انا ما حطيتش طبعا ماده دهنيه في قلب البشاميل. وكمان تشويحه الفراخ كنت عامله لها حته سمنه صغيره جدا مع شويه زيت صغيرين جدا. فانا قلت ايه ازود هنا شويه، يعني ادهن هنا الصينيه بالزيت. ولو انت ما انتش عايزه تدهنيها بالزيت ما تدهنيهاش، يعني مش عايزه تدهنيها خالص ما تدهنيهاش. بس انا حطيت شويه زيت زيتون صغيرين خالص ودهنت بيهم الصينيه. وهعمل ايه بقى، هنزل بشويه بشاميل.
انا ما يعني انا بحب احط بشاميل كده، احبها تبقى غرقانه في البشاميل، تبقى عامله زي المكرونه الوايت صوص. بس دي هندخلها الفرن، ولما تبرد على فكره بتبقى يعني تجمد برضو شويه. لان البشاميل طبعا مع الحراره بتاعه الفرن ومع كمان المكرونه بيمسك شويه. فهنا حطيت شويه بشاميل في الارضيه، وحطيت كميه المكرونه المناسبه تحت في الارضيه زي ما انتم شايفين بطريقه عشوائيه. انت بقى عايزه ترصيها رصيها، عايزه تعمليها زي ما انا بعمل كده واحطها بطريقه عشوائيه حطي، مش هتقولك لا يعني. حطيت هنا شويه مكرونه كده شويه كويسين يعني في الارضيه. انا بالنسبه لي مش مهم خالص من فوق، يعني من فوق لو حطيت شوية مكرونة بصوت ما بيزعلنيش في حاجة، كده كده البشاميل اللي بيداري فبتمسك نفسها. لكن من تحت ببقى حابة ان ايه كمية المكرونة تبقى مناسبة. وضفت عليها كمان زي ما انتم شايفين كده شوية بشاميل. وهجيب بقى ايه، يا ساتر يا رب زيت الزيت كانت هتقع بس الحمد لله لحقتها يعني. هجيب بقى الفراخ بتاعتنا بعد ما شوحناها كده وخليناها زي الشاورما، وبجد طعمها حلو جدا 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 جدا. انا ما كنتش متخيله ان الفراخ هتبقى حلوه قوي كده بصراحه. انا لما كان بيتبقى عندي فراخ زمان يعني، زمان ايام ما كانت الفراخ سعرها قليل بصراحه، ولا كنت مثلا ايه اديها لحد او اتخلص منها في اكل طيور او حاجه. ما بصراحه ما كنتش بحب اكل الاكل البايت يعني. بس انا جربت ان انا مع طبعا الغلاء والاسعار زي ما قلت لكم، فجربت ان انا لا ما اقعدش اهدر اي حاجه. وبقيت لو الفرخه بقى عندي يعني حاجه من الفراخ بنصرها كده، وزي ما انتم شايفين بشوحها ببصل بفلفله بطماطم، لا اعملها في بيتزا لا اعملها في مكرونه زي ما انتم شايفين. وبصراحه انا كنت عاملاها قبل كده في بيتزا، كان طعمها خرافه، كانت حلوه جدا جدا. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده خلاص انا حطيت كمية الفراخ اللي كانت عندي، وجبت شوية جبنة موتزاريلا حطيتهم عليها من فوق كده، على شوية بشاميل برضو. ونزلت بقى ببقية المكرونة من فوق زي ما انتم شايفين، احاول افردها بس كده ايه من فوق عشان خاطر يعني ايه تغطي كل يعني الفراخ اللي عندي. مش مهم انها تبقى كتيرة، مش لازم يعني تبقى كتيرة قوي، بس المهم ان انا ايه اوزعها بس كده عشان ما تبقاش متكتلة في حتة. وهجيب بقى بقية البشاميل بتاعي احطه كويس جدا ان الكمية قضت الصينية وما فاضش حاجة بصراحة. انا لو حتى كان فاض بشاميل ما كنتش هرميه، كنت هحطه في بولة وعينه في الفريزر لمرة تانية. بس الحمد لله يعني هي جت ايه تمام خالص، وما حبيتش لا ازود ولا نقص، يعني كان حلو جدا قوي كده. خلاص نزلت كل الحله معايا من البشاميل، وغطيت بقى زي ما انتم شايفين كده ايه. حوش بس الكوارث اللي بتحصل مني ديت، حوش طبعا الصفايه اللي كان فيها المكرونه. وشايفين بقى البشاميل سايب كده وحرير، وريحه الجبنه فيه جميله جدا، وطعم الجبنه برضو باين وظاهر. وكمان احنا زودنا بقى جبنه موتزاريلا، انا بصراحه ما حبيتش احطها في البشاميل هتسيح وتديله مطه برضو، بس لا كده افضل ان هي تتحط على الفراخ هتديها مطه حلو قوي. وهجيب بقى شويه جبنه موتزاريلا كده ايه، الجبنه الموتزاريلا دي يعني عزيزه على قلبي، جايه لي من السعوديه بقى فلازم يعني احافظ عليها. معلش يا والدتي، رحت اقتحمت الفريزر بتاعتك وجبتها من هناك. خدت منها شويه كده ايه، مش كتر قوي ومش قليلين قوي، حلوين يعني، خلينا ماسكين على ايدينا شويه. صلي على النبي بقى عليه افضل الصلاه والسلام. وحطي لي لايك يا حبيبتي، حطي لايك وكده واشتركي في القناه وخليكي شطوره، خليكي شطوره بجد. كان قارب مكرونه حلو جدا جدا جدا. هو بصراحه ما يمشيش مع الدايت خالص، بس يعني ايه نعتبره النهارده اليوم الفري بتاعنا. وناكل مكرونه، بقالي يومين اصلا بعكك عكعكه جامده قوي. ادعوا لي امسك تاني يعني لحسن انا فاتحه على الرابع زي ما بيقول. فهنا خلاص خلصتها، حطيت عليها الجبنه من فوق، وهدخلها بقى ايه الفرن. بصي بقى يا ست الكل، لو المكرونه طبعا المكرونه البشاميل طبعا ما بتتغرفش وهي سخنه، يعني عشان تغرفيها لازم تسيبيها تهدى وتبرد شويه، عشان لما تيجي تقطعيها وتغرفيها تبقى القطعه بقطعتها يعني تبقى ماسكه نفسها. انا بصراحه دخلتها الفرن، هي كل حاجه فيها مستويه، خدت بس فوق لون من فوق، وطبعا سويتها شويه كده كمان من تحت وطلعتها تحفه. بس هي كانت لسه طالعه حالا دلوقتي من الفرن، لسه سخنه نار اصلا. بس انتوا شايفين الشكل طبعا.
الشكل خطير خطير خطير، مش عايزة اقولك جميل فعلا. طعمها كان حلو جدا جدا جدا. البشاميل كان حلو قوي، وطعمها لا بصراحة جامد. بس هنا بقى سخنة، عايزاها بقى تبقى ماسكة نفسها كده، والقطعة تغرفيها قطعة بقطعتها كده، سيبيها تبرد شوية واغرفيها، هتلاقيها بتتقطع معاكي وبتطلع متماسكة جدا معاكي. لكن انا عشان اصلا يعني بنتي بتحبها تبقى زي ما انتوا شايفينها كده، سايبة نفسها يعني، سايبة على نفسها كده، والصوص بتاعها يبقى سايب شوية، فغرفتها طبعا وهي سخنة. فطبعا مش طالعة قطعة خالص، طالعة خلطبيطة بالصلصة. بس لا طعمها والله كان تحفة وجميلة جدا، عجبت بنتي الحمد لله. وانتي لو جربتيها هتعجبك جدا، وزي ما قلت لك لو عايزة تسيبيها سيبيها. لكم بقى في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة، باي باي.